السلام عليكم فراشاتي، مرحبا بكم في قناتي رحمة كويزين الوصفات. وصفتنا نهار اليوم مقرود المقلة، نوع من المعسلات اللي لازم يكون حاضر في طاولة سهريتنا، يجينا مبسس وطري والبنة تاعو بالناظمة. ما تنساوش ديروا لي ابوني وفعلوا الجرس بيوصلكم كل ما هو جديد، وروحوا الانستغرام تاعي راني اكتيف ديما معاكم في الستوري. في المقادير تاعنا واش نحتاجو 3 كيلات سميد متوسط. الكيلة تقدروا تتحكموا فيها، ديروا كاس، صحنة تجاري، كونتيتي اللي تحبوها. 3 كيلات سميد متوسط، تحبي ديري بن عمر ولا البراكه، لازم يكون متوسط، ودوما لي مارك احسن لي مارك اللي عجبوني في المقرود. ديري كيله نفسها بين الزبده والسمن، احسن الزبده اكثر من السمن. كيله ناقص اصبع بين الزبده والسمن، والاصبع هذاك كمليه زيت ما تفايضيهش قد قد. روحوا ديروا زاده مغرف صغيره ملح ولافاني مغرف متوسطه تاع ديسير هذيك. نروحوا نفرغوا السوائل ويكونوا شويه دافيين، الزبده والسمن يكونوا دافيين، وكثروا شويه من الزبده، السمن ما تكثروش منه ياسر. كيما قلت لكم كيله ناقصه اصبع وكملوها بالزيت وما تفايدوهاش، بسوا لمده 2 دقائق فقط. جانسوا الخليط مع السوائل فقط. وكنصيحة يا فراشاتي ما تبسوهش ياسر، بسوه لمدة دقيقتين بركة. جانسوا النواشف مع السوائل، النواشف السميد والسوائل الزبدة والسمن والزيت، دقيقتين وغطيه وخليه يبات ليلة كاملة. لو كانت كتروا من التبساس يولينا مقرود الكوشة وهكا ما تقدروش تتحكموا فيه خلاص. بسوه خليوه ليلة كاملة ولا أكثر، كل ما يقعد كل ما المقرود تاعنا يجينا أنجح وأنجح وأبان. الغرس تاعنا ديروا البطانة باكيات، أنا درت الباكيات الغزالة. نقيته من العلف كامل، بديت نعجنو، درت مغرف متوسطة قرفة، درت زاده لافاني، ودرت 3 مغارف كبار جنجلان محمصة، 2 مغارف كبار زيت، مغرف متوسطة زبدة. وبديت نعجن ندخل المنكهات تاعي. لهنا اختياري في المنكهات، انا جاني هكا روعة. وزدت جبت الماء والزهر، الزهر حوالي 3 مغارف بركة، وديروا القصبة روعة والماء. وبديت ندخل حتى نولي طري. علاه نسحقوه طري طري طري، باه نقدروا كي نديروا البوده تاعنا تاع العجينه ومن الداخل غرس نتحكموا فيه تمشي لنا في العجينه. لو كان ما تمشيلناش نوليو من الداخل الجوانب ما كانش خلاها الغرس، يبان نديروه طري. اقسموه حطوه في انشاشي ودخلوه في الجدار. كل ما تسحقوا ديروا جبدوه قبل. انا جبته لقيته شويه يابس، زدت له شويه ماء وعجنته. لازم تعجنوه، واذا جبتيه قبل خلاه راهو يرجع لك طري، يرجع لك. انا ما جبتوش ما طولتش، جبته من با قبل بنص ساعه، زدت له شويه ماء. بعد الكي باتت لي السميد تاعي مع البساس هذاك، جبت نفس الكيله درت منها ماء وزهر، ماء نورمال عادي، نص ماء ونص زهر. وبديت نحط السوائل تاعي واللم، اللم فقط ما نعجنش، اللم. لهنا الطريقه تاعنا كيفاه نعرفوا بلي سي بون. كي ديري دخلي يدك في العجينه ترجعي تلقاها ما فيهاش. وكاينه طريقه تانية، ديري بوده وحطها قلاها وخليه يرتاح شوي. انا ارتاح لي زيت لقيته ناقص، زدت درت شويه، بقات لي شويه من الكيله وتقدري تكملاها. بديت نحكم، قسمته عزوز انا خاطر الكيله تاعي درت زوج دي بولات برك. حليتها، شوفوا كيف طريقتي، حطيت الغرس قفلته كيما هكا، وعندكم تبين الغرس يخرج لكم او يبس لكم المقرود، يبقى اقفلوا مليح. رصوا على العجينه البوده والعجينه مليح باش تمشي لكم الغرس اللي لداخل. شوف كيما هكا راهو يمشينا الغرس في البلايص الكل. ودوروا قرصوا دوروا 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 وديروا لهنا تتحكموا. تحبوا ديروا المقروده تاعكم كبيره صغيره اختياري. انا درتها شويه صغيره خاطر ما ياكلوش ياسر المقرود، درت صغيره ياكلوا كعبه ملاحه. قسمتهم الشكل اللي كيما هكا دو دوا قصيت. شوفوا طريقه تاعي هنا كيفاه نعدلوه. ندوروا 2 دورات ونجيبوا كوبات ولا موس. انا ما كانش عندي الكوبات، كانت عندي غير واحده تقدري بالموس بالجوانب باش يطلع لنا هكا يتنفخ السطح تاعو من الفوق. كملتهم حطيتهم في الكونجيلاتور من زمان يسخن انا الزيت. وعلاه نحطوه في الكونجيلاتور؟ باه كي نحطو يقليوهم الزيت تاعي يبقى نظيف، نقدر نزيد نقلي بيه. سخنت الزيت مليح وحطيت كونتيتي 5 برك، درت كل ما اقلي بالخمسة ربع حق العسل تاعك. ونغطي غير الجوانب برك، كون تكتري الزيت راهو يطلع لك وما يطيبلكش الجوانب. غطي الجوانب تاعك وفقط خلي السطح يبان على روحه. شوفوا هنا لي تقليوه تشوفوا تحمر، حطيه في العسل طول. علاه قلت لكم ديروا بالخمسة، انا البرمه تاعي فيها العسل كفاتني غير حق 5، اقلي بالخمسة وحطي.
زيدي حطي خليهم يقلاو، خليهم يزيدوا يتعسلوا وبالمقلوبة، ما تحطيهمش على السطح، قلبي السطح هو اللي داخل العسل، خليهم يتعسلوا كي يتحمروا لك التانيين نحيهم وحطي الاخرين. هذه هي الطريقة، وراه يجيك مقرود وعليه الكلام تحمري به الطاولة تاعك تاع السهرية، خير من تشريوه برا. راني نخليكم ما تنساوش تجيو لي جيم وكومونتير وروحوا الانستغرام تاعي، راني معمرتكم بالستوري. باي باي.